السلام عليكم خوتي المغاربة. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش يهضر الإعلام المصري على المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم المشارك في كأس العالم هذه السنة في أستراليا ونيوزيلندا. يعني الإعلام المصري يشيد إشادة جيدة بالمنتخب المغربي، خصوصا هذا الصحفي محمود المعروف عليه بحب المغرب وحب كل ما يتعلق بالمغرب والرياضة المغربية. فلنتابع هذا الفيديو، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتخليوا لي تعليقات واللايكات، وشكرا. انطلاق كأس العالم للسيدات بمشاركة منتخب المغرب، ومنتخب المغرب ده قصته وحكايته تقريبا لا تقل إثارة ودراما وحماس عن قصة منتخب المغرب اللي شارك في كأس العالم الماضية وخد المركز الرابع، لأن المنتخب ده قصة تكوينه وتأسيسه واللي وصل ليه النهارده، وشواهد كتير جدا بتقول ان القصه فعلا فريده من نوعها. بشكر صديقتي العزيزه ساره حسين اللي معانا في الراديو، لان هي عملت حلقه عن القصه دي من شهور. وفي نقطه مهمه جدا بتحصل النهارده، تتكرر النهارده. ايه اللي حصل؟ ساعه الكورونا كان في مشاكل كتير ضرب العالم كله في الفلوس، ووقتها الفيفا قرر انه احنا هنصرف 500,000 دولار لكل اتحاد. فالاتحاد المغربي قرر انه ياخد الفلوس دي ويستثمرها على منتخب المغرب للسيدات. الأول الدوري يصبح دوري محترفين. الحاجة التانية ودي مهمة جدا، إن الأجور ارتفعت، وقرر الاتحاد المغربي التعاقد مع أهم مدير فني على مستوى العالم في للسيدات، لكرة القدم الخاصة بالسيدات. ده كان المدير الفني لليون، بطل دوري أبطال أوروبا، الراجل رينالد بيدروس. الراجل ده جه وهو بطل أوروبا علشان يقود منتخب المغرب، لأنه الأهداف اللي كانت موجودة اللي تم الإعلان عنها أيام الكورونا من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية، لما قال إنه أهدافنا إن يكون في 90,000 بنت بتلعب كرة قدم بحلول 2024، وإن الميزانية، وده اللي حصل النهاردة، ترتفع ل 65 مليون دولار ميزانية كرة قدم نسائية في المغرب. 65 مليون دولار. خد ال 500,000 دولار بتوع الفيفا اتحولوا ل 65 مليون دولار ميزانيه. الراجل اللي على الشاشه ده وصل للمغرب وقاد منتخب المغرب للسيدات انه اولا يوصل لكاس الامم الافريقيه، ياخد المركز الثاني، يوصل لكاس العالم. والنقطه بقى الثانيه اللي كانت في حلقه زميلتي ساره حسين، انه اشرف على المنتخبات المغربيه للسيدات في كل المراحل السنيه. يعني الراجل ده اتقال له تعالى كون لنا قطاعات على صعيد الناشئين بالنسبة لفرق البنات علشان نعمل نفس القصة. فنتيجة ايه؟ نتيجة انه أنطونيو ريماسن، الراجل اللي بيقود منتخب ناشئات المغرب تحت 17 سنة، وصل لكأس العالم في الهند. فاز على الهند، خسر من البرازيل في مباراة كانت ملحمية بعض الشيء، خسر المباراة الثالثة، اي نعم ما عملش انجاز كبير، لكن قياسا بالامكانيات عمل طفرة كبيرة جدا. منتخب الناشئات والمنتخب الكبير بيوصلوا كأس عالم، فده انجاز كبير جدا. الحاجه الثالثه ان الراجل ده بقى اللي بقول نفس قصه الرجراجي، انه عمل نفس العمله. انت مدرب ليون، فانت عايش في فرنسا، فاتفرجت على كل اللاعبات مزدوجات الجنسيه في منتخب فرنسا. فعمل ايه؟ عد معايا بقى. ايمان سعود لاعبه بازل السويسري، روزيلا عياني دي جامده جدا لاعبه توتنهام الانجليزي، ياسمين زهير من سانت تيان، وغيرهم من اللاعبات اللي كانوا مزدوجات الجنسية تم انضمامهم للمنتخب المغربي. لعبوا على عنصر الجيش الملكي اللي خد دوري ابطال افريقيا، اللي طاح بصن داونز، اللي حوالي 6-7 لاعبات موجوده في الجيش الملكي هم القوام الرئيسي للمنتخب المغربي اللي رايح كاس العالم، واللي هيبدا اولى المواجهات مع المنتخب الالماني يوم الاثنين الجاي. طبعا دي اللاعبات اللي تم تجنيسهم يعني او مزدوجات الجنسيه اللي قرروا ان هم يلعبوا مع المنتخب المغربي. بالمناسبه غزلان شباك نجمه المنتخب المغربي قالت ان الراجل ده لمسته التدريبيه في كيفيه صناعه فريق قايم على الواقعيه ما بين الدفاع والهجوم، والكلام ده ذكروا تقرير الفيفا عن المنتخب ده. فكانت الاشاده ان الراجل ده عمل حاجه كبيره جدا. هل هذا كل شيء؟ لا. لما جهزت المنتخب وجهزت الجيش الملكي وجبت وعملت استخدام للاعبات مزدوجات الجنسيه، كانت فتره الاعداد للمونديال ده مهمه جدا. ليه بقى؟ انت لعبت مباراتين، واحده مع المنتخب الايطالي وواحده مع المنتخب السويسري.
دول المصنفين ال 16 وال 19 على مستوى العالم، ومباراه ثالثه مع منتخب جامايكا. فلما عملت استعداد مع منتخبات مصنفه. رغم ده بدروس بيقول انه الناس اللي شايفانا النهارده مش مرشحين ان احنا نعمل اي حاجه في الدنيا، هيتفرجوا على كاس العالم وهيشوفوا المنتخب المغربي ده هيوصل الى اي درجه. وانا شخصيا مستني وادعم وبقوه، والناس عارفه الكلام ده، انه اي حاجه بيكون فيها اسم المغرب او اسم اي منتخب عربي دايما بنكون داعمين. فمن الاثنين الجاي باذن الله هنبدا نتابع المنتخب المغربي في كاس العالم للسيدات.